السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالشباب بالحلقة الأخيرة من كورس أساسيات التداول للمبتدئين. أنا أخوكم أمين، واليوم الحلقة راح تكون بعنوان نصائح وتذكيرات ختامية ورسائل تحفيزية للمستقبل. اليوم الحلقة هي عبارة عن كلام من القلب إلى القلب، فمو كلام مادة للدراسة. أوكي، كلام من القلب إلى القلب، فخليكم وياي. بداية بختام هذا الكورس، أنا أريد أهنئك وأشجعك وأقول لك عاشت إيدك على الرحلة اللي قطعتها الأولى في عالم التداول. هاي أول خطوة أنت ممكن تسويها بعالم التداول، أنك تتعلم الأساسيات وتتعرف على الأساسيات مال هذا المجال. ثانيا، هاي مو نهاية الطريق، لا، بداية لرحلة مليئة بالتعلم والنمو. اليوم ممكن تكون هذا الكورس هو بدايتك بهذا المجال. أوكي، أو يعني المعلومات اللي المفروض تحصلها بهذا الكورس هي المعلومات اللي تخليك أو تفتح لك آفاق بالمجال. بهاي الحلقة راح أنا أشارك وياكم نصائح وتذكيرات تساعدكم حتى تثبتون وتستمرون بالمجال، أكيد مع جرعة بسيطة من التحفيز حتى تحقق النجاح. أولا عندنا التعلم المستمر، أبدا لا تتوقف عند هذا الحد. أوكي، لا، لابد أنه عندك مسيرة ورحلة لازم تكملها، هاي مو نهاية الطريق، مجرد ما كورس تعريفي للمجال وللأشخاص اللي موجودين بالمجال. التداول هو عالم متغير يحتاج دائما إلى تعلم جديد. أوكي، اقرأ الكتب، شاهد دورات، حلل أخطائك حتى تتطور. هاي نصائح جدا مهمة. أوكي، ثانيا أوصيك بالإدارة النفسية كلش هواية، جدا أوصيك بيها. ليش؟ لأن الخسائر جزء طبيعي من التداول، لازم تدير النفسية بصورة جيدة. حافظ على الهدوء مالتك، اعتبر أنه كل خسارة هو درس حتى تتجنبها بالمستقبل. سجل ودون الأخطاء اللي تسبب لك خسارات. ليش؟ لأنه المفروض تتعلم من عندها. 99 مرة تفشل، مرة واحدة تنجح. النجاح هذا راح يعادل ال99 مرة اللي أنت فشلت بيها. فالفشل والخسارات هو جزء لا يتجزأ من أي رحلة تعلم أو أي رحلة مجال احنا ممكن نخوض به. ثالثا، الإدارة المالية. أويلي الإدارة المالية أنا ايش قد أنصح بيها؟ فأبدا لا تخاطر بالأموال مالتك، خاطر بأموال تقدر تتحمل خسارتها. التزم بنسبة مخاطرة ما تزيد عن 1 إلى 2% من رأس المال بكل صفقة. أوكي يا شباب، وإحنا طبعا عندنا حلقة كاملة على الإدارة المالية بهذا الكورس إحنا شرحناها، فتقدرون اللي حاب يجدد الذاكرة مالته أو ما مدون أو كذا يقدر يرجع لحلقة الإدارة المالية ويستفاد أكيد من المعلومات اللي بيها. رابعا، لازم تلتزم بخطة تداول ناجحة. أوكي، النجاح بالتداول ما يعتمد على الحظ أبدا أبدا أبدا. أوكي، أكو ناس محظوظة، أنا ما أنكر وجود هذول الأشخاص، لكن إحنا من نجي اليوم نحكي بصورة منطقية وبصورة دائمة، فالحظ مو دائما موجود، فالاستراتيجية والالتزام والاستمرار هم اللي لازم يكونون موجودين دائما. لازم تتبع خطة واضحة ومدروسة تمشي عليها، لا تنحرف عن خطتك بسبب الطمع أو الخوف. أنت تشوفهن كلمات، أوكي، طمع وخوف، بس إنه صدقني هالات كلش كبيرة تسحبك إلى الخسائر. فيا صديقي، راعي نقطة الطمع والخوف. أوكي. خامسا، الثقة بالنفس. السوق مو عدوك، هاي نقطة رأس سطر. السوق مو عدوك، هو أداة تحقق بها أهدافك. حتى الفلوس هي أداة، الفلوس هو مو عدو ولا صديق، لا، هو أداة تحقق بها أشياء أنت تريد تسويها. فالسوق هو مو عدو حتى تنتقم من عنده، ولا فد شيء ممكن يخوفك حتى تخاف من عنده، ولا المجال الوحيد اللي ممكن تربح منه حتى تطمع وتربح به وتخسر أموالك. أوكي، السوق مو عدوك، أداة تحقق بها أهدافك بكل بساطة. ثق بالقرارات اللي أنت تتخذها، استند إلى التحليل والخبرة، وأكيد حيط نفسك بالناس الجيدة. تحفيز للمستقبل، ما أحب التحفيز هواية. أنا شخص يسموني شخص سلبي، لأنه أركز على السلبيات أكثر من الإيجابيات، لأن مؤمن بأنه
قتل السلبيات هي اللي تصنع الإيجابيات يا شباب. فأنتوا تشوفوني إنه أني ما أحفزكم طيلة هذا الكورس، ما حكيت لكم أي كلام تحفيزي، ما حكيت لكم أحلام وردية وأرقام إحنا محققيها من المجال. لكن أكو أرقام وردية، العفو، أحلام وردية وأرقام إحنا محققيها من المجال طبيعي. زين. التداول فرصة مو سباق، ركز، فرصة مو سباق، لا تبحث عن الربح السريع. النجاح الحقيقي يأتي بالتدرج، خطوة خطوة، ستيب باي ستيب. اوكي، ابني نجاحك وطموحاتك خطوة خطوة. اي شيء يجي بسرعة يروح بسرعة، هاي اخذها قاعدة بحياتك. اثنين، ابني حلمك خطوة بخطوة. قد تبدو بخطوات صغيرة او تبدأ بخطوات صغيرة، لكن الالتزام والمثابرة بهاي الخطوات الصغيرة راح يخلنك توصل للاهداف الكبيرة. اليوم ماكو شركة وماكو شخص وتجيب لي اي مليونير وتجيب لي اي شخص قل له هل انت صنعت هذا المجد قبل بخطوة سريعة أو بخطوة واحدة؟ راح يقول لك لا. لذلك الخطوات وحدة وحدة تبني لك سلم تقدر تصعد به للمكان اللي أنت تريد توصله. ثالثا، النجاح يعتمد أو النجاح يحتاج إلى شجاعة. هواي من الناس يخافون من الفشل. عادي، أنت شنو المشكلة؟ كون شجاع بمواجهة الفشل. خليك شجاع أخي. الفشل هو جزء لا يتجزأ من أي رحلة. أوكي، فخليك شجاع ولا تخاف من الفشل. ركز، خلي الفشل هو صديقك. أنت من تتقبل فكرة الفشل هو صديقك اللي ينميك، أوكي، راح تتقبل الفشل بصورة عامة بحياتك، لأنه هو أي إنسان يفشل طبيعي جدا. أوكي يا شباب. لكن الناجحين يستخدمونه كوقود للاستمرار. ده تشوفوا لي كثيرون يخافون من الفشل، بس الأشخاص الناجحين يستخدمونه وقود للاستمرار. أوكي. هواي اليوم هواي من الناس اللي فشلت شافت نظرة الناس عليها، شافت حقد الناس وشماتة الناس، بالتالي لا، أنا ما أخلي أي شخص يحكي علي. ليش الناس دا تحكي علي؟ فشل ماتي هو غلط، الفشل ينتج من الغلط، الغلط يتصحح. إذا أنا أقدر أكون ناجح بمجرد ما أصحح الغلط. فالفشل هو مو شيء سلبي أبدا. أوكي، سلبي على المدى المتوسط، لكن على المدى البعيد إذا أنا عرفت أتعامل ويا الفشل هو وقود الاستمرار ووقود النجاح. أربعة، أنت استثمارك الحقيقي. يعني أنت أولا والناس ثانيا. تطوير نفسك ومعرفتك هو أفضل استثمار تقدر تقدمه لنفسك. نقطة استثمارك الحقيقي بنفسك ركز لي عليها هواي. أنت ومن ثم الناس. نصائح ممكن نشوفوها كلام عادي بس هو جدا مهم. رسالة ختامية يا شباب، هذا الكورس هو بداية طريقك نحو التداول الناجح. إن شاء الله إن شاء الله ما قصرت وياكم. إن شاء الله يكون هذا كورس فاتكم، صب لصالحكم. آه كثير من التفاصيل اللي أنا حكيتها كانت من أعماق القلب وحقيقية. زين. يقول لك لا تخاف من التحديات، هي تصقل مهارتك وتخليك دائما مستعد للمستقبل. أبدا لا تخاف من التحديات. إحنا العراقيين عندنا مثل يقول الضربة اللي ما تكسر ظهرك تقويه. أي بمعنى إذا جتك ضربة على ظهرك وما انكسر، هذا الظهر راح يكون قوي، راح يتقوى. أوكي. فلا تخافوا من التحديات أبدا. أي تحدي ممكن تواجهه بهذا السوق، تذكر كلامي اليوم وباكر وبعد سنة وبعد 10 سنين. أي مجال تواجه به تحديات، هو التحديات عبارة عن تواجد لصقل المهارات ولإعدادك للمستقبل الناجح. تذكر دائما أن السوق مليء بالفرص، واللي تعلمته هنا راح يساعدك على اغتنام هاي الفرص بثقة عالية. كذلك أنا أذكركم أنه السوق يحمل نسبة مخاطرة. أوكي، حتى أكون صادق وياكم فلازم تاخذون خطوات مدروسة، تكونون بيها آمنين يا شباب. وشكرا، شكرا كلش هواية لمشاهدتك لهذا الكورس. شكرا إذا أنت أرسلت هذا الكورس للأشخاص محتاجين أنه يتعلمون بصورة صحيحة. شكرا لانضمامك للكورس، وأني أتمنى لك رحلة تداول مليئة بالنجاحات. أني أخوكم أمين، وإن شاء الله استفاديتوا من هذا الكورس. أهلا وسهلا بكم بكورس قادم راح يتقدم لكم وراح يكون جدا قوي، ولا يقل أهمية عن الكورس اللي تقدم لكم بهاي الطريقة. أنا واضح بطرح المواضيع، واضح بطرح المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقيكم بالأيام أو الأشهر القادمة.